إدارة النادي الأهلي الموسم الجديد قصاد الإعلام الزملكاوي، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن قوة مجلس إدارة النادي الأهلي قدام الإعلام الزملكاوي ومجلس إدارة نادي الزمالك. أهلا بكم في حلقة جديدة. اللي أول مرة يشوفنا لو بيتابعنا على الفيسبوك لايك وشير، لو من على اليوتيوب يعمل لنا لايك وشير برضو. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. من فترة مش بعيدة وقبل ظهور نادي سيراميكا كليوباترا او من بداية ظهور اندية الشركات، والنادي الاهلي بيعمل الرديف في اندية الشركات، بيودله من اللعيبة الاحتياطي بتاعته اللي هو بيشتريها علشان خاطر ما تروحش لنادي الزمالك بمبالغ خرافية، يقعدوا معاهم موسم ولا نص موسم، بعد كده بيخرجهم لأندية الرديف بتاعت النادي الأهلي. وأشهر نادي الرديف للنادي الأهلي كان نادي الجونة. بعد كده في الوقت الحالي بقى نادي سيراميكا كليوباترا. نادي سيراميكا كليوباترا اللي بينافس على بطولة الدوري المصري الموسم الحالي ومتربع على عرش الدوري المصري الموسم الحالي، ومعاه اهم لاعب اللي النادي الاهلي طبعا هيموت عليه وامكانياته عاليه. النادي الاهلي بيدعم صفوفه ومعاه ميزانيه اللي تخليه يدعم صفوفه من اي فريق. بس سيراميكا كليوباترا رئيس مجلس ادارتها وصاحب النادي قال لك النادي الاهلي لو طلب عيوني مش هتاخر عليه، وطبعا بيزنس از بيزنس. هتاخد مروان عثمان من افضل المهاجمين في الدوري المصري، هاخد قصاده 3-4 لعيبه ويبقى زيتنا في دقيقنا، والنادي الاهلي حبيبنا وسيراميكا كليوباترا حبايبنا والدنيا تمام وزي الفل. هنا بقى دور الاعلام الزملكاوي سواء على السوشيال ميديا او على الفضائيات، ينشروا صور لعيبه للنادي الاهلي النادي الاهلي دفع فيها مبالغ علشان خاطر ما تروحش نادي الزمالك وتقعد دكه احتياطي في النادي الاهلي. ينشروا صور لعيبه كانت مضت لنادي الزمالك وبعد كده بسبب فشل اداره نادي الزمالك النادي الاهلي اخذ اللعيبه دي واشترى اللعيبه دي، وبعد كده النادي الاهلي بيخرجها اعارات. المهم ان هو ما يروحش لنادي الزمالك وخلاص. وهنا اعلام نادي الزمالك بيعمل سبوتات على الصفقات اللي بيخطفها النادي الاهلي من نادي الزمالك. قبل كده اتكلمت عن قوة مجلس إدارة النادي الأهلي أمام قوة مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي للأسف الشديد مجلس إدارة نادي الزمالك مش ضعيف قدام قوة مجلس إدارة النادي الأهلي، بالعكس ده مش موجود على الساحة خالص. اللي احنا اتكلمنا فيه ان النادي الاهلي بقوة مجلس ادارته، وقوة مجلس ادارته مش معناها نجاح مجلس ادارة النادي الاهلي، علشان في فرق شاسع ما بين قوة مجلس ادارة النادي الاهلي ونجاح مجلس ادارة النادي الاهلي. نجاح مجلس ادارة النادي الاهلي بيظهر في الصفقات اللي النادي الاهلي بيدفع فيها مبالغ خرافية وبعد كده بيطلعها اعارات او مش بتكمل معاه او ما بتقدمش المردود اللي المفروض تقدمه بعد البروباجندا والمبالغ الخرافية اللي اندفعت فيه. هنا بقى ما يبانش نجاح النادي الاهلي. خلينا في موضوع حلقة النهاردة، وهي قوة مجلس ادارة النادي الاهلي امام قوة مجلس ادارة نادي الزمالك. مجلس إدارة النادي الأهلي بيخطف لعيبة من نادي الزمالك. مجلس إدارة النادي الأهلي بيمنع صفقات إن هي تروح نادي الزمالك. مجلس إدارة النادي الأهلي بيعمل بروباجندا لكل لاعب عنده علشان خاطر بيلعب في النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده قوة بتجبر اتحاد الكورة ورابطة الأندية إن هم يلبوا طلبات النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده قوة بتخلي أي حكم يعمل مليون حساب لأي لاعب بيلبس تيشيرت النادي الاهلي في اي مباراة. هنا بقى قوة نادي الزمالك المعدومة تماما. هل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عنده القوة ان هو يخطف صفقات من النادي الاهلي؟ طبعا ما شفناهاش الا في لقاء كابتن حسين لبيب مع لميس الحديدي. هل مجلس ادارة نادي الزمالك يقدر يمنع لعيبة ان هي تروح النادي الاهلي وصفقات ان هي تروح النادي الاهلي؟ طبعا ما شفناهاش الا مع كابتن حسين لبيب في الجنينة بتاعت نادي الزمالك. هل مجلس إدارة نادي الزمالك يقدر يخلي اتحاد الكورة ورابطة الأندية يعملوا لنادي الزمالك الطلبات اللي يطلبها؟ طبعا الكلام ده مش موجود على أرض الواقع. وهنا بقى دور الإعلام الزملكاوي، بدل ما يقف ضد مجلس إدارة نادي الزمالك أيا كان هو مين علشان خاطر يعمل لمصلحة نادي الزمالك، بالعكس ده بيجيب اي خزعبلات ملهاش علاقة بالواقع ضد النادي الاهلي ويتكلم عليها، وفي الحقيقة هي في مصلحة النادي الاهلي وبتزيد من قوة النادي الاهلي وبتزيد من ضعف
مجلس إدارة نادي الزمالك، مش نادي الزمالك، أنا بتكلم على مجالس الإدارة بالتحديد. لايك وشير، واشوفكم في حلقات تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.